السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الورد والهنا والفل من قناتي روتين يوسف ولومي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهارده هعمل لكم أكلة بحرية كده، هعمل لكم صينية سمك مكاريل بالقوطة والبصل والفلفل. بس مش هنستخدم يعني حاجات كتير عشان انا عارفة طبعا ان الحاجة غالية جدا، حاجات بسيطة بس هنطعم بس صينية السمك المكاريل بيها. وهعمل لكم كده صوص تحفة ان شاء الله يعجبكم. ومقاديرنا كلها سهلة وبسيطة زي كل طبخاتنا. ونروح على المقادير، بس قبل ما نروح على المقادير اعملوا لي اللايك الحلو، اشتركوا في قناتي روتين يوسف ولومي على اليوتيوب. وحبايبي اللي مشتركين معايا في كواي او فيسبوك، الفيديو كامل على قناتي على اليوتيوب روتين يوسف ولومي. ماشي حبايبي، يلا بينا نشوف المقادير. بصوا حبايبي، بسم الله نبدأ. بصوا عندي السمك المكاريلا اهو، انا بحبه جدا لعلمكم لانه فيه فوائد كتير جدا. مقطعه جزل. عندي الخضار بتاعي هتبقى بصلايه مقطعه شرايح، قطايه مقطعه شرايح، فلفل شرايح. طبعا حتى لو الكميه كبيره احطه، بس يعني ايه، من كل حاجه واحده عشان انا عارفه ان الحاجه غاليه. زيهم بالظبط بصل وطماطم وفلفل، بس مقطعين صغير خالص للحشو، يبقى عندي طرنشات وعندي صغير مقطعين للحشو. التوابل بتاعتي بسيطة وسهلة، هتبقى كمون، هتبقى كزبرة ناشفة، هتبقى توابل سمك. طبعا الملح ده شيء أساسي. أهم ما في الموضوع الليمون، هيبقى عندي 3 ليمونات كبار لأن الصينية دي تحب الليمون عشان نعمل أحلى صوص إن شاء الله هتدعولي عليه. نبتدي. عندي الخضار اللي هو صغير متقطع، أحط عليه الليمون بتاعي كله، أحط عليه التوابل بتاعتي كلها أهي. نخلي الشرايح دي في الاخر كده. طبعا ما ننساش الملح بتاعي، انا عايزه عشان الصوره تبقى واضحه قوي اقرب لكم الكاميرا. هحط الملح بتاعي وهبتدي اقلب كل دول في بعض عشان ابتدي احشي السمك. بصوا حبايبي، انا قلبتها كده، الخلطه بتاعتي جاهزه للحشو. بس قبل ما طبعا نبتدي الحشو، انزل البصلايه اهي وفكها كده من بعضها. الخضار بتاعي اللي هو شرايح هحطه كله في الصينيه وافرقه كده، هيبقى في اخر الصينيه من تحت اهو. سهله جدا وبسيطه. هنبتدي نقول بسم الله وابتدي احشي السمك بتاعي، او قطعه قطعه، غسلاه طبعا ويبقى زي الفل كده اهو. عايزه الصوص ده يلمس السمكيه كده اهو، نحطه نغرقه عشان ظهر السمكيه يبقى كله من الصوص والليمون والتوابل بتاعتي. التانية اهي نفس الكلام، احطها. انا عايزه اي صوص يقع بصراحه، الليمون ده عايزاه يقع جوه الصينيه. التالتة كده اهو. بصوا حبايب قلبي، عملت ال4 سمكات بتوعي. طبعا كل واحد بيعمل على حسب الكميه بتاعه اسرته. طبعا دلوقتي فاد عندي الصوص ده اللي هو الليمون ببقيه الخضار اللي فيه، هنرميه لا طبعا. بمسكه امشيه كده على السمك من فوق كله، مسيبوش طبعا. وعندي نص فنجان بالظبط زيت بالمقادير اهو، احطه عليه. وهستخدم كمان نص كوبايه ميه، طبعا انا بوريكم بالمقادير بالظبط، واحطها اهي. وكده صينيه السمك بتاعتي جاهزه في دقايق عملناها. بصوا منظرها يفتح النفس. هندخلها الفرن لمده نص ساعه على نار هاديه خالص ونتابعها في السوا. بصوا حبايب قلبي، وده شكل السمك بعد ما خرجته من الفرن. بصوا شكله، بصوا منظر صينيه السمك عامله ازاي. بصوا زبده من السمك، بصوا ابيض زي الفل. طبعا هنشيل الشوكه. بصوا السمك مستوي ازاي، مش عايز حتى يطلع من الشوكه.
عايزه اوري حضراتكم بقى اهم حاجه، الصوص بتاعي اللي هو ده. الخضار طبعا مستوي اهو، وادي الصوص اللي حضراتكم شايفينه ده بقى بيتغمس بالعيش، بتحطوه على رز. عايزه اقول لكم طعمه فوق الخيال اهو باين من الطبق. وبكده ابقى خلصت النهارده اكلتي، وبكده ابقى خلصت اكلتي بالف هنا وشفا يا رب على قلبكم. ان شاء الله تعملوا صينيه السمك ده وبالصوص ده وتعجبكم. عايزه اقول لكم الصوص ده نزل طبعا فيه الليمون والتوابل بتاعتي، ونزل فيه كل فايده السمك. عايزه اقول لكم لما بيتحط على رز بيبقى تحفه، يتغمس بالعيش بيبقى تحفه. بالف هنا وشفا يا رب على قلبكم. وبكده اكون خلصت النهارده اكلتي. ما تنسونيش في اللايك الحلو، واشتركوا في قناة روتين يوسف ولومي على اليوتيوب، وشوفوا الفيديو عليها كامل كواي او فيسبوك. واشوفكم على الف خير يا احلى متابعين بالدنيا.